انت تعرفي لو عملتي الحاجات دي جوزك هيقرف منك. تعالي اقولك تعملي ايه. في حاجات لو مركزناش عليها صدقيني جوزك هيقرف منك من غير ما يقولك، والحاجات دي بسيطه جدا جدا بس ممكن ما تاخديش بالك منها. فتعالي اقولك تعملي ايه. اول حاجه لما يجي جوزك مش لازم يشوفك بلبس المطبخ اللي هو كله بصل وكله توم وميه ومتبهدل وريحته مش لطيفه وريحته عرق. او ممكن على فكره هيقرف منك او مش هيحب شكلك كده، مش هيحب ريحتك كده، بس هو مش هيجي يقولك، بس هو من جواه هيقول ايه ده ايه ده. فاهمه؟ لا انت عرفي ميعاد جوزك امتى وخلصي كل اللي وراكي بحيث ان هو يجي يلاقي ريحتك حلوه وشكلك حلو وكمان البيت شكله حلو. تاني حاجه اوعي 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 لو عندك حبايه في وشك حبايه في ايدك تروحي فرقعاها قدام جوزك هتنزل حاجات مش لطيفه، فهو هيقرف اللي هو ايه ده ايه ده. والله حاجات لو ركزنا عليها هتفرق معانا كتير.